مرحبا كيفكم؟ welcome to my channel. هذا فيديو جديد إلي، وبالفيديو اليوم راح أورجيكم كيف ممكن إنكم تجيبون كثير كوينز وجواهر حتى إنكم تشترون هذه الفيديو مثلا أو أي شيء نفسكم فيه بدون إنكم تدفعون أي فلوس واحد. قبل لا نبلش في هذا الفيديو نسوي من لايك وشير سبسكرايب حكي كتير، وخلاص خلونا نبدأ هذا الفيديو. أحلى طريقة لأحد إنك تجمع كثير هي هذه الساعة الصغيرة لك. أوكي السيارة ضربتني خلص نمت. أوكي تحاولون تسوون كل هذول المهام زي هذه مثلا. أوكي هذه ما بتجيبلك أي شيء يعني، بس مجرد إنك تكمل تجيب بوكس. هون تلعب 12 مرة تبع عدد الحيوانات طبعا، لأنه المرة الواحدة فيها 3، فأنت تلعب 4 مدات. هون تلعب كروزر 4 مدات. هون تزور 5 بيوت تبع إنه لاعبين، هاي كثير سهلة. هون تكمل إنه تلعب لعبة تجميع الفواكه اللي راح أورجيكم إياها 5 مدات وكذا كثير يعني أنت تعرفونهم. وهون هذه في التحديثات المميزة يحطون وحدة إضافية جديدة لحتى أنكم تجيبون شغلات أكثر يعني عشان تحصلون على هذا البوكس. وأخيرا هذه العادية اللي بتجي كل يوم، ولما تسوي واحدة بس بتعطيك 300 كوين. طبعا هم كثير شغلات سهلة، عشان كذا تقدر إنك تشاهد إعلان وتاخذهم. طبعا لو كان عندكم باقة XDRP ما راح تحتاجون إنكم تشاهدون إعلانات عطول. اوكي الطريقة الثانية واللي هي هذه تبعت الليفلات تبعكم. لما تكملون واحدة منهم يعطيكم اما كونز اما جواهر. لما تكملوهم كلياتهم كذا، شوفوا زي هذه مثلا تعطيني 4 جواهر، هون تعطيني 30 وكذا يعني كثير تعطيكم كثير شغلات. الطريقة اللي بعدها هذه الطريقة في كثير لاعبين يستخدمونها واللي هي تجميع الفواكه. أنا راح أعطيكم خدعة كثير حلوة جايز. شوفوا لما هون بالعادة بيعطوكم أكثر شي 600 400 و100 وأقل شي 200 كوين، بس لأنه أنا عندي هذا اليوم المضاعف. هذا اليوم المضاعف يجي مرة في الأسبوع، بس لحد إنكم تخلونه يجي كل يوم لازم إنكم مثلا كذا تلعبون PKXD يوم الثلاثاء مع اليوم المضاعف الأصلي، ويوم الأربعاء كذا تحذفونها وترجعون تنزلوها تحصلون على يوم مضاعف ثاني. يعني إنه اليوم المضاعف ما يتحدد باليوم اللي أنت نزلت فيه PKXD، فلما تحذفها وتنزلها كل يوم إذا أنتوا عندكم واي طبعا راح تحصلون كل يوم على يوم مضاعف. وكمان هذه المرة لاحظت إنكم لما تلعبون هذه وتحققون 3 نجوم. أوكي خليني أورجيكم. طبعا هذه الجدراء في اللعبة راح تلاقون إنه تحاولون تدورون على الفواكه، وأصعب شي راح تلاقيه هم هذول البطيخات. مدري ليش هم سود لأنه ما في شمس أعتقد. أوكي تحاول تلاقي الفواكه. كثير صعب أن تلاقي البطيخ، خصوصا إنه في ناس تلعب معاك كذا. خلافا عن إنه الأناناس وشو اسمه الثاني، الأناناس والتفاح كثير طبيعي إنكم تحصلون عليهم إنهم كذا مبينين، بس البطيخات لا، البطيخات يعني كل مكان تبع بطيخ بعيد مليار قدم عن المكان الثاني. عشان كذا قلت إنه صعب إنكم تحصلون عليهم، أحيانا بالتدوير عليهم راح تضيعون عليكم 3 نجوم. طبعا عشان إنه أنا عندي بدلة إنه بوصل بسرعة حتى قبل إنه يخلص وقت بكثير. أنتوا تقدروا تلعبون شو اسمه PKXD يعني وتحصلون بدلة السرعة أو مشروب السرعة. شوفوا لكم هنا هي كانت لما أنت تشاهد إعلان تأخذ 1600، بس الحين صارت كثير تجنن، صارت 2800. طبعا راح أحصل عليها أنا. طبعا جايز ما بعرف ليه لما أكون عم بلعب بالكمبيوتر. أوكي لكم هذه هي جت لي لما تسوون هذه المهمات. تمام أخذت جهتين باخذهم بعدين. أوكي ما بعرف ليه لما ألعب بالكمبيوتر يجيب لي كذا إعلانات تبع PKXD، بس لما ألعب بالموبايل يجيب لي إعلانات مو تبع PKXD تبع العالم البشري تكون يعني أكثر. أوكي
نمر إلى الطريقة يلي بعدها، ما بعرف كم طريقة الحين ورجيتلكم، بس يعني الطريقة اللي بعدها هي إنكم تلعبون الألعاب اللي عطول بحطها هنا. إذا بدكم تعرفون كم تحصلون على كوينز تجون لهذه هنا، تضغطون عليها وخلص بإلكم what guys I think إني مخطئة بشي. كيف لما تجيب 3 نجوم يديك 720، تجيب نجمتين يديك 1300، تجيب نجمة واحدة يديك 1460. اوكي الصراحة انا ما فهمت. خليني اروح اجيب خليني اروح اهتم باختي شوي وبرجع بعد. ماشي انتظروني. هاي اجيت سريع تأخير. اوكي الطريقة اللي بعدها هي انكم تجون للجاينت روبوت. طبعا الجاينت روبوت فيه كثير طرق لحتى انك تجيب، على فكرة في طريقة تعطيك، يعني هذه هي الطريقة انكم كذا كل دقيقة بكيكستي يعطوكم 50 جوهر 50 جوهر تخيلوا 50 كوين انه للاعبين اللي بيلعبون كثير. فيكم تلعبون هذه تبع العصفور اللي بيطيروا، تعرفون هذه اللعبة، او تلعبون هذه تبع التوربو. بس انصحكم لا تلعبونهم لانهم مملين كثير واصلا ما بيجيبولكم كثير كوينز جايز. يعني اذا رح تلعبون عشان تحققون هذول فيكم، بس شي ثاني لا. اوكي تلعبون هذه كريزي ران. إذا بدكم تعرفون كم تحصلون تجون كالعادة لهذا بقلكم كدا. لما تجيبون 3 نجوم يديكم 900. طبعا انه انا عم يعطيني اسعار كثيرة لانه هذا اليوم المضاعف تبعيتي، وأرجع قلتلكم شو تسوون لحتى تجيبون كل يوم مضاعف. اوكي في هذه تبع بيت باراد اللي قلتلكم عليها اللي هي ديفيل زانيمو او عد الحيوانات. لما تجون كذا لحتى تلعبون مع هذا بيقولكم كم يعطيكم. طبعا هذا تعطيكم اكثر من الكريزي ران، بس زمان الكريزي ران كانت تعطيكم اكثر، بس ما بعرف ليه صارت هذه تعطيكم اكثر، مع انه هذه يعني الكريزي ران اسهل. واخر طريقة معانا واللي هي انكم تلعبون هذه الفريزن فان. طبعا هذه كانت موجودة تحت الكريسماس، اللي كانوا لاعبين قدام كثير رح يعرفون انه هذه جابوها تحت الكريسماس، بس اليوتيوبرز والناس كثير عجبتهم فلهيك خلوها لعبة دائمة. على فكرة هون كانت كريزي ران، وهون بالوسط كان في هذول الألعاب كانوا هون بالوسط. اوكي خليني ايكم كان شايفينها هذيك وين راحت؟ ما راحت. كان في هون تبع ABC مدري كذا لا كان في هون مكتوبة واحدة مكتوب عليها أركيد، وهذول الألعاب كانوا هون بالوسط بس ما كان فينا نلعبهم. وهذه كريزي ران كانت موجودة هنا، بس يعني مش انك تفوت كذا يبلش العد، لا تضغط على الزر زي هذه كنت تضغط على الزر. وهذه كانت مقفلة ما كان فيها اي شيء، يعني بس كذا كان الاركيد زمان، بس هلا غيره تغيير صراحة كثير حلو. بس انا متعلقة ببيكيكس دي زمان. يعني كده بس على فكرة احيانا لما تجون هنا اوكي تدا شايفينه هذا البوكس، اذا تشوفون تحت اعلانات يعطيكم 501 جوهرة، يعطيكم هذول الشغلات.
تجي هون. فهمتوا جايز؟ واحيانا كمان يعني بكل تحديد يحطوا لكم اماكن تبعت صناديق استديو. انتوا لازم انكم تلاقونا على هي صناديق مفاجآت. مثلا بالتحديث الماضي انتوا تعرفون ما كان في هون بوكسز، ما كان البوكسز عم يدلروا، بس كان في بوكس تجي هون. ما بعرف ليه ما لاحظت انه كان في بوكس هون على المدى. اوكي وبس كذا يكون خلص معنا هذا الفيديو لليوم. لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم كتير يا احلى متابعين. اتمنى ان نزيد ونصير 200 و1000 5000. بديت اجيب 1000 متابع و400 و4000 4000 ساعة مشاهدة، عشان اللي لاحظت انه كذا بتقدر تحقق ربح. لما احقق ربح من يوتيوب راح انه لما بصير فيني احقق ربح من يوتيوب راح اسوي كثير سحوبات وبس كذا. باي. اوكي اخطأت. باي.